الهدف يضيع. الله دياز، ابراهيم دياز الى سيماري اكيد يعني تدخل في هذه المباريات للاعبين حدث رياضي نهائيات كاس العالم. اذا تعطات انطلاقه هذه المباراه. استرجع كره، هذه محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، وسط عند عز الدين أولاحي. مزراوي تمريره لعبد الصمد الزلزولي، تمريره من طرف مانشستر سيتي واوديغار بارسنال. هذه محاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، تمريره قصيره باللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. ايوب بوعدي، شادي رياض لايوب بوعدي بسرعه. تابعنا اكيد العديد من الصور، تابعنا يعني ايوب بوعدي على المستوى. ولا تمريره عند نائل العناوي دخل داخل منطقه الجزاء. العناوي شنو يعمل؟ كيمرر مزراوي. 6 ديال الدقائق على بدايه هذه الجوله الاولى. المنتخب الوطني المغربي كان قريبا من تسجيل الهدف الاول. البحث عن امكانيه التسديد، تدخل بوعدي من الدفاع. شادي رياض ديال الالقاب المانيا، كذلك باكاديميه بينغري، اكاديميه. لاحظوا التحركات ديال اللاعبين راسيه. اعتقد الكره كان تدخل لفريدريك اورسن. استرجعوا اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. كيتفت على الشرط ايوب بوعدي، يجالسين اللي كتحتضن اكيد مسانده الى جانب ايوب بوعدي. في الوقت الحكم المساعد لوكسمبورغ فاز امام المانيا 1-0. المانيا امام روسيا، لازم ابعاد الكره. ممتاز ايوب. عز الدين أولاحي، ايوب بوعدي مره اخرى. عز الدين أولاحي سواء على مستوى المنتخب الاول كذلك المنتخبات. استرجع الكره بشكل ممتاز من سباق. اذا المراوغه واسترجاع الكره من طرف اشرف حكيمي. ايوب بوعدي، يوسف ايوب بوعدي، عيسى ديوب. العناوي طلب كره اشرف حكيمي، بالفعل اخرى العناوي. اشرف حكيمي، ايوب بوعدي، اشرف حكيمي. هناك خطا، الحكم خلى امتياز مادام كره في ذات المنتخب الوطني المغربي. ممتازه لسيماري. هذه محاوله منتخب النرويج. نائل العناوي، العناوي ممتاز. هادو من ابرز اللقطات الرائعه اللي صراحه اللي عجبوني، كيفاش اللاعبين ديال خط الوسط الميدان ديال المنتخب المغربي قادر انهم يخرجوا الكره بواحد السلاسه ويرجعوا. كما كتشوفوا بوعدي هنا كيفاش كيرجع وكيعطي واحد السند قوي. اللاعب العناوي صراحه تبارك الله انهم كانوا متفاهمين ومتجانسين في الشوط الاول ضد المنتخب النرويجي، وكما شفتوا كيخرجوا بالكره بواحد الطريقه اللي سهله. وهنا دائما كما عودنا العناوي وكذلك بوعدي اللي كيعطيو حلول رائعه. وهذه اجمل لقطه كما كتشوفوا هنا ما بين حكيمي ابراهيم دياز. وهنا كيفاش تحولت الكره والسرعه ديالها كانت واحد الهجمه اللي رائعه ومتخونه. الصراحه تمنيت انها تكمل في الشباك ديال المنتخب النرويجي. كما كتشوفوا هنا لمسات رائعه، والفينيسيو ديال الزلزولي كانت ضعيفه في الاخير. ينال الاعجاب ديالكم بهذا الفيديو هذا. الا كنتي اول مره كتشوف قناه مول البالون، نتمنى انك تشترك معنا في القناه ليصلك دائما الجديد. الراي ديالكم والاراء ديالكم مرحبا بها على الراس والعين، والسلام عليكم.